بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك، كواليس نادي الزمالك. جروس هيمشي يا جماعه من نادي الزمالك؟ ده كلام. طبعا يا جماعه الخبر اللي سربه واحد من نادي الزمالك، من داخل نادي الزمالك، معروف جدا، عضو في نادي الزمالك، عضو رافض تماما وجود جروس، عضو رافض تماما انه الزمالك، ان جروس ينجح مع نادي الزمالك، لانه من البدايه ما كانش عايز جروس. هو كان عايز المدرب اللي هو عايزه، اللي كان عايز يجيبه، واللي كان عايز الوكيل بتاعه او السمسار هو اللي يجيبه، وهو اللي يكون عن طريقه. فللاسف الشديد بدأ الحرب على جروس، وبيقول ان ميكالي ممكن يجي. هل ممكن الزمالك يتعاقد مع ميكالي؟ حتى تسريب خبر كمان ان ميكالي ممكن يجي قطاع الناشئين. طب ما هو لو ميكالي في قطاع الناشئين، جروس هيبقى قلقان. فحرب تطفيش جروس بدأت مبكرا قوي قوي قوي. الراجل ما لعبش غير 3 ماتشات، تعادل ماتشين وفاز مباراه، وبدأ مستوى الزمالك يتحسن، وعنده مشاكل كتيره وبيحاول ان هو يحلها تدريجيا. بيحاول يشوف صفقات بقى مع مجلس الاداره، بيحاول يشوف مصلحات اللعيبه، بيحاول يشوف اللعيبه اللي هيتجدد لها، زي زيزو وزي حمزه المسلوسي وزي عمر جابر، وزي الناس اللي موجوده زي دونجا، الناس دي كلها. ولكن ليه الحرب دي؟ يعني ليه الحرب على جروس من دلوقتي؟ ليه محاوله تطفيش جروس؟ يعني انت هتستفيد ايه؟ انت بتحب نادي الزمالك؟ انت منتمي لنادي الزمالك؟ انت عايز نادي الزمالك يستقر، ولا انت عايز تهد في نادي الزمالك؟ هو ده حب نادي الزمالك؟ يعني انت الناس بتثق فيك وبتقول انت زملكاوي وبالروح بالدم. لا، مش بالروح والدم، ده انت بترمي دم على نادي الزمالك وعايز تدمر نادي الزمالك. انت معروف ان انت عايز تدمر نادي الزمالك، انت معروف ان انت بتسرب اخبار نادي الزمالك، انت معروف انت بتعمل كل حاجه ضد نادي الزمالك. كل الصفقات اللي انت جبتها كلها صفقات فاشله، بتشطر على اي حد يعارض، يتعمل له محضر، يتعمل له قضيه، زي ما اتعمل لملك موسى واتعمل هديل البنا وغيرهم وغيرهم وغيرهم. انت عايز ايه من نادي الزمالك؟ انا مش فاهم انت عايز ايه من نادي الزمالك. يا ريت تبعد عن نادي الزمالك افضل، يا ريت. بتحاول تلم كل حاجه، وكل حاجه شمال للاسف الشديد. طبعا مباراه المصري مباراه مهمه جدا جدا جدا. الراجل بيستعد لها، الراجل مركز فيها، الراجل مأجل كل حاجه لبعد مباراه المصري. يعني حتى موضوع حسام عبد المجيد اللي هو جاي له عرض مكسيكي عن طريق اوسوريو بيتأجل برضك لبعد مباراه المصري. الراجل مأجل يتكلم عن الصفقات لبعد مباراه المصري. فوز على المصري هيكون فوز مهم جدا 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 لفريق نادي الزمالك. يعني اعتقد ان هو يتأهل. لو فاز على المصري خلاص يبقى هو اتأهل لنهائي، لدور الثمانيه، لبطوله الكونفدراليه. اتمنى طبعا الزمالك يشارك السنه الجايه طبعا في بطوله دوري الابطال. طبعا الزمالك محتاج صفقات، محتاج لاعب رقم 6. في كلام على طارق حامد، ولكن اعتقد الموضوع بعد شويه. يمكن نادي ضمك السعودي بلغ طارق حامد ان هو مستمر معاهم لنهايه الموسم يعني. وهو مش عارف اصلا، ما حدش اتكلم معاه يعني ما حدش. الراجل يعني قال لك شوفوا انتوا موقفكم ايه وانا اتحرك وبتاع. ما حدش اتكلم معاه، ولا حد اتحرك، ولا حد اتكلم يعني. بالنسبه لاشرف بن شرقي لسه برضك نفس الكلام. في محمود جهاد لاعب فاركو، في كلام كتير ان هو ممكن يجي نادي الزمالك. وطبعا في صفقه اجنبيه، يعني لاعب افريقي او لاعب عربي هيجي في فتره الانتقالات الشتويه باذن الله لنادي الزمالك. المختصر المفيد، خلاص موضوع زيزو يمكن خلاص خلص، مفيش اي مشاكل بالنسبه لزيزو. يعني زيزو هيجدد خلال الساعات القادمه، يمكن قبل مباراه المصري حسب تصريحات والده. يعني افلح ان صدق، يعني نتمنى ان هو يكون صادق في الكلام بتاعه، وان هو يعني نخلص بقى من القصه دي اللي هي طولت قوي وطولت قوي 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 قوي. دايما بالتوفيق لنادي الزمالك في كل لقاءاته، وربنا يبعد عنه المتربصين.